النهاردة إن شاء الله معانا عدة مواضيع هامة جدا هنقول عناوينها الأول. أول حاجة في مصيبة وكارثة في تقنية الفار في مصر. شركة تقنية الفار خدعت المصريين، وهنشوف الخبر دلوقتي بالتفصيل. الخبر الثاني اللي معانا، كل الإعلام بيهري وبيتكلم عن إن منتخب مصر غير مطمئن، وإن مفيش عدالة في اختيار اللاعبين بالنسبة لفيتوريا. وده طبعا هنقوله وهنتكلم عنه، وده شيء برضو خاطئ، وأنا اتكلمت عنه في الفيديو السابق. الحاجة الثالثة، كأس آسيا دلوقتي في قطر هيتلعب تقريبا مع كأس أفريقيا في كوتوفوار. والفرق ما بين قطر اللي عملت كأس العالم وشفنا الانبهار بكأس العالم، وفي كوتوفوار أعتقد الدنيا هتبقى مش على ما يرام، وهيبقى الفرق شاسع جدا ما بين التنظيم في قطر والتنظيم في كوتوفوار. الحاجة الثالثة، أخبار سريعة عن كأس الرابطة اللي انطلق من يومين. بصراحة لو نحن ما عندنا جديد مش هنهري مع الناس، يعني كل اللي هنقوله حاجات جديدة مش هتلاقيها ومش هتشوفها في أي مكان تاني. اسمع وانت احكم بعدين. لكن قبل ما ابتدي في المواضيع بتاعتنا سريعا، يعني في ناس كتيرة بتشاهد وما بتشاركش في القناة. يا ريت من كل المواقع اللي بتشاهدني، يا ريت تخش على اليوتيوب وتجيب قناة الكرة تحكم وتدوس اشتراك، عشان هيوصلك كل الفيديوهات أول بأول على طول. أول حاجة بالنسبة لتقنية الفار، من 7 8 شهور كان في حاجة كده حصلت، إنه الشركة اللي واخدة عملية تقنية الفار قالت لا، نحن مش هنحط الأجهزة بتاعتنا في الملاعب، عايزين لينا فلوس كتير وعايزين الفلوس دي. وقعدوا فترة كده لغاية ما دبروا مبلغ ودفعوا. طب هي ايه القصة؟ بص، القصة مش هتسمعها في أي مكان تاني. القصة إن في حد من اتحاد الكورة هو اللي اتفق مع الشركة دي، وقال لمجلس الإدارة يعني الاتحاد الكورة إن الشركة دي يعني هتصبر علينا ومش هتطالبنا بالفلوس، ويعني نحن ممكن ناخد فترة طويلة من غير دفع فلوس. فاتفقوا رغم ان المبلغ المالي للمباراة كان عالي ومبالغ فيه جدا، تقريبا يصل الى 4000 دولار للمباراة. وده طبعا مبلغ يعني يصل لمليون جنيه، او يعني الى 800 الف جنيه للمباراة الواحدة. لكن عشان ما فيش دفع فلوس فوري فوافقوا. طبعا بصينا لقينا الاجهزة مستعملة، العربيات اللي بتستخدم مستعملة، التقنيات سيئة جدا. لقينا مباريات، خلي بالك، كان يقول الحكم كده للفريقين ان الفار يشاور كده ان الفار مش شغال في كذا مباراة. و يعني قصة انه هو ما ياخدش فلوس في الاول عشان يراكم الفلوس، ويجي يديك مبلغ تجي تقول له المباراة، يعني المباراة غالية بهذا المبلغ، ما تجيش بربع التمن ده، فيقول لك هات فلوسي، لو جهز لي فلوسي وبعد كده اتفق مع اللي اتفق معاه. وطبعا ده تعجيز بالنسبة لاتحاد الكرة. دي كلها قصة محبوكة للنهب من الدولة واتحاد الكرة. طيب ده بالنسبة، وطبعا شفنا نحن يعني كل حاجة سيئة بالنسبة للتصوير، بالنسبة للخطوط اللي بتتحط في الملعب. في تقنية الفار، بنشوف تقنية الفار في الملاعب الأوروبية والآسيوية وحتى في الدول الأفريقية أعلى وأحسن من كده بكتير. طيب دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لمنتخب مصر، يعني تخيل انك عندك الاعلام ده كله، يعني يطلع مثلا برنامج البريمو ده، هو جاي ايه يعني؟ ده انا نفسي اعرف البرنامج ايه فايدته ده. رضا عبد العال ومحمود ابو الدهب ومحمد ولا واحد فيهم يعرف اي حاجة عن اي حاجة. بيتكلموا عن المباراة، ده واخد واحد وده واخد ثلاثة وده واخد أربعة في المباراة السابقة، وبيتكلموا ان المنتخب ملوش امل ومش هيصعد.
طيب تيجي الكابتن احمد ابو مسلم يجي يقول ان المنتخب غير مطمئن وما فيش عداله في اختيارات الفريقين. طب انت ما فيش عداله ازاي؟ يعني هو ان محمد صلاح في الناحيه اليمين ما فيش عداله، ما فيش عداله بالنسبه لتريزيجيه ومرموش، ما فيش عداله بالنسبه لمصطفى محمد، ما فيش عداله بالنسبه لمحمد الشناوي، او قدامهم عبد المنعم وحجاز. هو في غيرهم الونش مصاب، يعني في بعض المصابين او اللي مستواهم نازل. مفيش عداله بالنسبه لفتح اللي هو باك شمال، مفيش غيره. مفيش عداله بالنسبه لعمر كمال ومحمد هاني. مفيش عداله بالنسبه لمروان عطيه والنني وحمدي فتحي وزيزو وامام عاشور. ما اعتقدش ان في لاعيبه. اذا اتكلمنا عن بعض اللاعبين، اذا كنا بتكلم مثلا عن حسين الشحات، ما هو المكان بتاعه اصلا ما انت كل مكان فيه اتنين. فهو هيدخل بدل تريزيجيه ولا مرموش اللي منطلق بقوه وصلاح الجديد. فالعمليه صعبه، يعني اختيار اللعيبه او انك تاخد مكان في المنتخب ممكن تبقى متالق، لكن مش هتلاقي مكان، لان في لعيبه اروع واعظم. المنتخب عظيم ورائع، السنه اللي فاتت وصل النهائي، الدوره اللي فاتت، وطلع بضربات الترجيح. وبرضه في كاس العالم يعني برضه بضربات الترجيح. فالمنتخب جيد. اما اذا كنا بنتكلم عن مباراه تنزانيا فلا حكم. شاهد كل الدورات وكل المباريات، تلاقي المباريات الوديه تختلف تماما عن المباريات الرسمية. وانا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت اسمعها تعرف ايه اللي حصل والخداع اللي حصل والتشكيل اللي هو يعني في بعض اللخبطة للفريق المنافس موزمبيق. طيب ده بالنسبة لمنتخب مصر، وإن شاء الله هنتكلم عن المجموعات وحظوظ الفرق في المجموعات بإذن الله في الحلقة القادمة. الحاجة المشكلة، وأنا كنت لا أتمنى إنه كأس آسيا يتعمل في نفس التوقيت بتاع كأس أفريقيا. المقارنة هتبقى صعبة، وأنت بتجيب ملاعب على أعلى مستوى في العالم وملاعب هي أسوأ. يعني يمكن لو كأس أفريقيا في مصر مثلا، ولا في مصر ولا حاجة، في المغرب او في جنوب افريقيا، كان الوضع هيبقى افضل. ويعني هتبقى يعني المقارنة ربما هتبقى فوق وتحت، لكن هنا مفيش. انت بتتكلم عن يعني السماء والارض. لكن في افريقيا اللعيبه، مستوى اللعيبه، المجموعات، الفرق هتبقى افضل واحسن. وبالنسبه للسماسرة يعني هيكون عينيهم كلها على الدوره الافريقيه باذن الله. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. كاس الرابطه هو افضل حاجه في كاس الرابطه ده، انه بيطلع منه الاهلي والزمالك، ففرصه انه حد ياخد بطوله. طبعا عارفين البطوله دي خدها فيوتشر في النسخه الاولى، والنسخه الثانيه خدها سيراميكا كليوباترا. يعني بالنسبة لمباريات الجونة والبنك الأهلي، الجونة فاز 3-1، الأهرام وفاركو 2-2، يعني عادي، فاركو فريق كويس. سيراميكا وإنبي، سيراميكا 2-0 نتيجة منطقية. بلدية المحلة فاز على سموحة، أعتقد المفاجأة الأهم بلدية المحلة فوزوا على سموحة. الداخلية على الإسماعيلي، يعني عادي برضو. الإسماعيلي طبعا مش في مستوى خالص. فيوتشر والاتحاد برضو مفاجأة الاتحاد. زد وطلائع الجيش برضو، يعني نتيجة برضو ما كانتش في الحسبان. زد طبعا فريق قوي ومنطلق. المصري والمقاولين طبعا نتيجة منطقية 1-0 للمصري. ويعني هذه البطولة فرصة للفرق طبعا غير الأهلي والزمالك، وإنهم ياخدوا بطولة ويفرحوا ببطولة. نتمنى إن شاء الله بإذن الله لمنتخب مصر، هنتكلم عن المجموعات بحيادية وعدالة تامة. وهتشوف حاجات ان شاء الله باذن الله ما هتشوفهاش في اي مكان تاني. يعني ادعوكم للاشتراك في القناة، او لكل يعني معارفكم للاشتراك في القناة عشان ننطلق باذن الله في كاس الامم. وانا زي ما توقعت باذن الله، يعني سقف التوقعات بالنسبة لمنتخب مصر الى اعلى حدود باذن الله في هذه الدورة.